تخيل معايا كده انك نازل تصطاد، بس بدل ما تنزل في مكان هادي بتلاقي نفسك واقف وسط بحر المية بتاعته حمرا من كتر دم المنافسين اللي موجود فيه. كل الناس بتقتل بعض على نفس الزبون بنفس البرودكتس بنفس الأسعار، واللي بيقع ما بيلاقيش حد يرحمه. ودي حقيقة السوق اللي احنا عايشين فيه، وهذا ما يسمى بالمحيط الأحمر أو ريد أوشن. خلوني أرجع معاكم كده لسنة 2004. كان في إمبراطورية اسمها بلوك باستر واكلة الجو، ومعاها أكتر من 9000 فرع لتأجير الفيديوهات. في نفس الوقت راح مؤسس شركة صغيرة ملهاش ولا فرع اسمها نتفليكس وعرض عليهم يشتروا شركته. تخيلوا بقى مديرين بلوك باستر ردوا قالوا له ايه؟ ضحكوا في وشه وقالوا له بسخرية: نتفليكس ايه دي اللي جاية تنافسنا؟ دي شركة فاشلة ملهاش بكرة. بس بعد سنين قليلة جدا امبراطورية بلوك باستر انهارت تماما وخرجت من التاريخ، ونتفليكس بقت هي الامبراطورية المتربعة لوحدها على عرش الترفيه في العالم كله. طيب ليه ده حصل؟ السر مش في مين أقوى، السر ان بلوك باستر كانت بتحارب في محيط احمر دامي، ونتفليكس بكل ذكاء نقلت الملعب كله لمحيط تاني خالص مفيش فيه اي منافسة، محيط ازرق، وهذا ما يسمى بالبلو اوشن. اهلا بيكم في حلقتنا النهاردة اللي هنتكلم فيها عن واحد من اهم كتب البيزنس في العالم، واللي هيعلمك ازاي تفكر بره الصندوق وتبطل تنافس. استراتيجية المحيط الازرق. طيب تعالوا ناخد أول نقطة معانا النهاردة. إيه هو الفرق بين المحيط الأزرق والمحيط الأحمر؟ مؤلفين الكتاب بيقولوا لنا إن السوق بينقسم لنوعين: المحيط الأحمر الريد أوشن، والمحيط الأزرق البلو أوشن. المحيط الأحمر ده هو السوق التقليدي، كل الشركات متجمعة فيه بيتخانقوا على نفس الزباين. المية هناك حمرة من الدم لأن المنافسة شرسة جدا، الأسعار بتنزل للأرض والأرباح بتضيع، زي تماما كده لما تلاقي كافيهات كتير فاتحة جنب بعض في نفس الشارع وكلهم بيقدموا نفس القهوة ونفس القعدة والناس بتنقي الأرخص. تاني حاجة المحيط الأزرق، ده السوق اللي مش موجود أصلا، ده سوق انت اللي بتخلقه وبتفصله على مقاسك بالظبط، مفيش فيه منافسين، الطلب انت اللي بتصنعه وبتكسب أرباح خيالية لأنك بتمتلك الملعب لوحدك تماما زي ما نتفليكس عملت بالظبط. عشان تنقل أفكارك ومشروعك للمحيط الأزرق، كتاب The Blue Ocean Strategy بيقدم لك أداة تحليل عبقرية اسمها ARRC Grid، والمصطلحات دي لازم تحفرها في دماغك كويس جدا. أول حاجة Eliminate، ايه الحاجات اللي السوق بيعتبرها أساسية ومقدسة بس الكاستمر نفسه ممكن يستغنى عنها تماما ويوفر تكلفتها. هديكم مثال زي ما نتفليكس عملت. نتفليكس لغت تماما فروع الفيديو وشرايط VHS وغرامات التأخير اللي كانت بتعصب الناس في بلوك باستر. تاني حاجة ريديوس، ايه الحاجات اللي ممكن تقلل مستواها او تكلفتها لان الكاستمر اصلا مش مهتم بيها قوي والسوق مبالغ فيها، زي مثلا خطوط الطيران الاقتصادية قللوا تماما الوجبات المجانية، اللكجري سيتس، وشاشات الترفيه لانه المسافر كل همه ان يوصل لمكانه بسعر رخيص. او هم هنا فتحوا لنفسهم باب الناس اللي مش فارق لها غير انها تسافر، فلقوا حاجه تكلفتها اقل فبسهوله جدا يقدروا يسافروا. تالت حاجه ريز، ايه الحاجات اللي السوق مهملها تماما او مقلل مستواها والمفروض نرفع مستواها للسما عشان تفرق جدا مع الكاستمر بتاعنا، زي ما عملت سلسله ستاربكس كلنا طبعا عارفينها. زمان كانت القهوه بتتقدم في محطات البنزين بطريقه عاديه وعشوائيه، ستاربكس رفعت مستوى تجربة القهوة للسما، بقت مكان هادي لاكجري في تنوع مرعب في النكهات وجودة عالية جدا جدا، فتحولت كوباية القهوة من كوباية قهوة لتجربة الناس مستعدة تدفع فيها أضعاف السعر العادي. رابع حاجة كرييت، ايه الحاجات الجديدة تماما اللي السوق ما قدمهاش قبل كده وممكن نضيفها فتصنع قيمة فريدة عين الكاستمر ما شافتهاش قبل كده. هديكم مثال زي منصة اير بي ام بي، قبلهم الخيارات كلها كانت لا اما فنادق غالية لا اما شقق مفروشة تقليدية اجراءاتها complicated. هم خلقوا حاجة جديدة تماما من العدم، ربط المسافرين بأشخاص عاديين جدا بيأجروا بيوتهم أو الأوض الفاضية بتاعتهم، فعملوا سوق ضخم ما كانش موجود أصلا في التاريخ قبل كده. الخلاصة يا جماعة، لو فضلت تجري ورا المنافسين بتوعك في نفس السوق هتكتب على نفسك التعب وفي الآخر ممكن تقع زيهم. لكن لو قدرت تبطل تنافس، وده لو افيلبل طبعا، وتبدأ تخلق مساحتك الخاصة، ساعتها بس هتعيش لوحدك في القمة وتحقق نجاح مستمر. دلوقتي دورك انت،
شاركني في الكومنتس ايه البرودكت او الفكرة اللي حسيت ان هي عملت بلو اوشن وكسرت الدنيا برا الصندوق.